بما ان الفيديو ده طلع لك فانت اكيد مهتم بالسوق العقاري في مصر. انا محمد الحيوي وجاي ابين لك ازاي تستثمر فلوسك صح في العقارات. عايز اعرف ايه الافضل لو اخدت وحدة استلام فوري ولا تحت الانشاء؟ طبعا هو ده ليه مميزات وده ليه مميزاته، بس كل الفكره ان ده ليه عوامل كتير ممكن تخليني ان انا اتجه للحاجه الاندر كونستراكشن او لسه بتتبني، لان الاستلام الفوري دايما بتبقى البيمنت بلان بتاعته مضغوطه، بدفع مقدم اكبر من اللي انا كنت هستلمها بعد سنتين او 3، غير ان الاقساط بتكون على عدد سنين اقل، غير ان انا بحصر نفسي في حاجه معينه، بيكون عندي 2 اوبشن او 3 اوبشن، غير لما يكون عندي اكتر من شركه لسه هتسلم كمان 3 سنين مثلا. بس الوحدة الاستلام الفوري انا شايفه قصاد عيني. حلو، مفيش اي مشكله، ما ده بيخلينا نتجه لشركه قويه. لو لسه بتبني بشوف الشركه دي سلمت كام مشروع قبل كده ومشاريعها فين، الملاءه الماليه بتاعتها، كل ده بيفرق معايا لما باجي بتعاقد مع شركه معينه. يعني لو انا دلوقتي اخدت وحدة استلام فوري وشايفها قصاد عيني، مش ده هيكون افضل؟ وحلو، انا ما قلتش ان هو وحش طبعا. الاستلام الفوري ان انا ادفع فلوس النهارده واستخدم الحاجه دي من تاني يوم، دي حاجه كويسه جدا، بس خد بالك ان السعر عليا بيكون اعلى. دي اول حاجه، لان احنا خلينا عارفين ان اي مشروع لسه بتبني مجرد ما بحط الخرسانات وصب البدروم او دور اول او تاني، كل ده بيزود معايا السعر لحد ما ابتدي اشغل المشروع ده، السعر بيزيد اكتر. فانت مستفيد من كل مراحل زياده الاسعار في المشروع دي. وقت ما تفكر تعمل اعاده بيع او وقت ما تفكر تأجر، هتأجر بأعلى سعر. بالنسبة للاستلام الفوري احنا بنتكلم في مقدم كبير، وانا ما عنديش اي مشكلة اوجهك في حاجة استلام فوري، بس احنا بيكون قدامنا اوبشنز قليلة جدا، غير لما يكون في اكتر من شركة بتبني في كذا مكان هيبقى قدامي اختيارات كتير. طيب ليه ما اخدش حاجة استلام فوري شايفها قصاد عيني واقدر اجرها بعد كده؟ طبعا دي حاجة حلوة جدا ان ادفع فلوس النهاردة واستلم من تاني يوم، بس الموضوع ده فيه تفاصيل كتيرة جدا وعوامل كتير. قبل ما تيجي للاستلام الفوري لازم افكر فيها اكتر من مرة، وده مش هيكون موضوعنا النهاردة، ده هيكون موضوعنا في الفيديو التاني. بس لو عندك اي استفسار او سؤال سيب لنا مسج او كومنت، واحنا كسنشر انفستمنتس هنرد عليك في اسرع وقت.